تخيل واقف قدام بيتك اللي بنيته بتعب وشقة ومش قادر تدخل. 4 شهور بحط الأكل على الأرض وامشي. ولادي وحشوني. أنا راجل عندي 4 عيال، وبعد ما اتجوزت أرملة أخويا كلمة واحدة بس قلبت حياتي: اعتذري. تعالوا أقول لكم الحكاية من الأول عشان تعرفوا إزاي الكلمة دي خلت حياتي كلها تتشقلب. أنا اسمي أحمد، عندي 35 سنة ومتجوز سارة من 12 سنة. عندنا 4 عيال، أكبرهم محمد 11 سنة وأصغرهم دينا 5 سنين. أول ما اتجوزت كنت راجل بسيط جدا، ما كانش معايا فلوس كتير. سكننا في بيت أهلي في شقة صغيرة. كنت بشتغل نجار في ورشة صغيرة، بطلع الفجر وارجع آخر النهار مكسر من التعب. سارة الله يهديها، من أول يوم جواز وهي مش بتسيبني أنسى إني كنت فقير. كانت بتقولي قدام أهلي وأهلها: أنا وافقت بأحمد لما ما كانش معاه حاجة، اتجوزته عشان أساعده يقوم على رجليه. والله الكلام ده كان بيوجعني جدا. كنت حاسس إن مراتي شايفاني عبء عليها، مش جوز بتحبه. بس كنت بصبر نفسي وأقول يمكن هي ما تقصدش تضايقني. بمرور السنين ربنا فتح عليا وحالتي الحال اتحسنت. فتحت ورشة لوحدي والشغل بقى كويس. جمعت فلوس وبنيت بيت حلو للعيلة، عربية جديدة، عيال في مدارس كويسة، والحمد لله بقت عندنا حياة كريمة. بس سارة فضلت على نفس الحال، لسه بتفكرني بالماضي وبتقول قدام الناس: أنا اللي خليته راجل، أنا اللي وقفت جنبه لما كان مش حيلته حاجة. وفي يوم من الأيام ربنا ابتلاني بأصعب ابتلاء في حياتي. أخوها خالد مات في حادثة عربية مروعة. خالد كان أصغر مني وأقرب واحد ليا في الدنيا، كنا بنشتغل مع بعض ونحلم مع بعض. خالد كان متجوز نور، بنت طيبة وجميلة وأصغر مني ب16 سنة، وعندهم ولدين صغيرين. لما مات نور فضلت لوحدها في شقة إيجار قديمة والظروف صعبة عليها. أنا ما قدرتش أسيب أرملة أخويا تتعب أو تحتاج لحد. قررت أتجوزها عشان أحميها وأربي عياله كأنهم عيالي. ده واجب، وأنا مش هقدر أعيش مع نفسي لو سبتها تتعب. اشتريت لها شقة تمليك حلوة عشان تحس بالأمان، وابتديت أصرف عليها وعلى عيالها زي عيالي بالظبط. لما قلت لسارة إني قررت أتجوز نور، الدنيا قامت وما قعدتش. راحت لأهلها على طول وطلبت الطلاق، وهي بتعيط وتقول: أنا مش هقبل أبدا إن يكون لي ضرة، أنا اللي تعبت معاه وهو ما كانش ليه حاجة. أهلها حاولوا يقنعوها ترجع، وبعد كلام كتير رجعت، بس بشرط إنها مش هتقبل وجود نور في حياتها نهائيا. قلت لها: يا سارة، ده أخويا مات وسابها هي وعياله، وأنا مش هقدر أسيبهم يتبهدلوا. قالت لي: اختار، يا أنا يا هي. اتفقنا في الآخر إني هعدل بينهم وإنها تتقبل الوضع الجديد. فكرت لو سارة ونور اتقابلوا واتكلموا يمكن يفهموا بعض أكتر. قلت لنور تروح تزور سارة في البيت، ونور وافقت لأنها بنت هادية ومسالمة. رحنا سوا البيت، سبتهم يتكلموا ورحت السوبر ماركت. كنت فاكر الأمور هتمشي كويس. لما رجعت لقيت نور واقفة قدام الباب وهي بتعيط. قلت لها: إيه اللي حصل يا نور؟ قالت لي: سارة زعقت فيا قدام العيال، وقالت لي إني واحدة جاية أخرب بيتها، وإنها مش هتسمح لي أدوس رجلي في البيت ده تاني. طردتني وقفلت الباب في وشي. دخلت البيت وأنا مصدوم. قلت لسارة: إيه اللي حصل ده؟ ليه كلمتي نور كده؟ سارة قالت لي بكل برود: أنا مش هتأسف لحد، مش هقبل أشوفها في البيت ده تاني. قلت لها: بس يا سارة لازم تتأسفي لضرتك. صرخت فيا: اختار، يا أنا يا هي. في اللحظة دي حسيت إن قلبي هينفجر من الألم. رحت الأوضة، جمعت هدومي، وعيالي بيبصولي مش فاهمين إيه اللي بيحصل. قلت لها: أنا مش هسيبها أبدا، ولازم تتأسفي لها. لما تعتذري لضرتك أنا هرجع البيت. قالت لي: أنا مش هتأسف، روح. خرجت من البيت وقلبي منكسر على عيالي. من يومها ولسه مدخلتش بيتي 4 شهور كاملة، وأنا عايش في الشقة التانية بعيد عن عيالي اللي هم حياتي كلها. كل أسبوع بروح أحط الطلبات والمصاريف قدام الباب، وبعت لسارة رسالة إن المصاريف موجودة. أحيانا بشوف عيالي من بعيد بس ما أقدرش أكلمهم. عيالي بيكلموني كل يوم بالتليفون وهم بيعيطوا: بابا تعالى البيت، انت وحشتنا قوي. ابني الكبير محمد قال لي:
بابا ماما منعتنا نشوفك، بس احنا مش مستحملين. بقيت أخدهم أفسحهم أحيانا، بس في الآخر لازم أرجعهم لأمهم وأبقى أنا لوحدي تاني. أهل سارة كلموني، تعال نتفاهم، العيال محتاجينك. قلت لهم نفس الكلام، أنا مستعد أرجع النهاردة، بس سارة لازم تعتذر لنور. نور ما خدتش منها حاجة وما تستاهلش الإهانة دي. حاولوا يقنعوا سارة، بس هي متمسكة، مش هتأسف لواحدة جاية تخرب بيتي. يا جماعة، أنا دلوقتي في صراع رهيب. من ناحية بموت في عيالي ومش قادر أعيش من غيرهم، من ناحية تانية ما أقدرش أسيب نور أو أقبل إن مراتي تهينها كده. بقعد لوحدي في الليل وأفكر، يا ترى أنا غلطان؟ يا ترى أتنازل عشان عيالي؟ ولا أفضل متمسك بموقفي لأن ده الصح؟ أحياناً بحس إني هنهار، أحياناً بحس إني عملت الصح، بس في كل الأحوال أنا تعبان جداً وبيوحشنا عيالي. لو حد فيكم عنده نصيحة أو مر بموقف زي ده، ياريت يكتبها في الكومنتس. أنا محتاج آراء الناس ونصايحهم.